من اشهر البراندز اللي ظهرت دلوقتي في السوق براند زي كفته وبراند زي قصر الكبابجي، والفرق ما بينهم كان واضح. ازاي قصر الكبابجي نجح وازاي كفته نجح؟ في البيزنس جروث عشان تقدر تكبر البيزنس محتاج تبقى واضح قصادك انت بتقدم منتجات ولا بتقدم خدمات ولا بتعمل ميكس ما بينهم. فلو انت بتقدم منتجات انت محتاج تكريت الاسطمبة اللي تطلع بيها عدد منتجات كبير جدا كل يوم، تخدم عدد عملاء كتير كل يوم. ولو انت بتقدم خدمة انت محتاج تعمل اسطمبة لشكل الخدمة دي ويكون ازاي ثابت ويتسلم من تيم لتيم ومن جيل لجيل ومن شخص لشخص. الفكرة كلها انت محتاج تشوف انت بتعمل منتج ولا بتعمل خدمة ولا بتعمل ميكس ما بينهم. وهو ده الفرق بين مطعم بيعمل مثلا ساندوتشز ومطعم بيعمل نفس الساندوتشز لكن على شكل سيرفيس. وده فرق بين مثلا مطعم زي قصر الكبابجي ومطعم زي كفتة. في عوامل كتير للنجاح لكن الأصل في الموضوع هو الاسطمبة. ايه الاسطمبة اللي استخدمها كفتة او اللي استخدمها قصر الكبابجي؟ الاسطمبة بتاعت كفتة ببساطة جدا ازاي اقدر اعمل البرودكت ده بعدد مهول خلال اليوم، وان انا ازاي مركز على 2 برودكتس بس هم دول اللي انا قوي فيهم وهم دول اللي انا بقدمهم وهم دول ازاي يتعملوا في اقل من 10 دقايق، ازاي يتعملوا في اقل وقت ممكن. لكن في المقابل براند زي قصر الكبابجي اعتمد على الشو ما اعتمدش على الكومبوننتس، وهنا البراند قام على السيرفيس ما قامش على البرودكت. فانت محتاج تبقى عارف وانت بتعمل بزنس جروث انت هتقوم البراند بتاعك على برودكت ولا على سيرفيس. وهنا تختار الاسطمبة بتاعتك تبقى قايمة ان انت قادر تعمل السيرفيس دي 100 مرة في اليوم ولا قادر تعمل البرودكت ده 100 مرة في اليوم.